بسم الله الرحمن الرحيم. العالم كله ليلة 28 يناير اللي هو يوم الثلاثاء الماضي اتفرج على مشهد من أسوأ وأردى ما يمكن مشاهدته في التاريخ الحديث، أقول لك والتاريخ القديم. قاعة مليئة بالاستعراض الرخيص وكأنهم في حفلة أو إعلان انتخابي لطرف واحد، وهو يملي على العالم كله والعالم العربي بالأخص ما سيكون عليه الوضع بالنسبة للقضية الفلسطينية. بيقول لك فرصة تاريخية لن تعوض، ما هو أوكازيون عاملين. تفضل شوف الفرصة التاريخية. أولا الاعتراف بيهودية الدولة. ثانيا لا يوجد حق عودة للاجئين الفلسطينيين. ثالثا حل مشكلة اللاجئين خارج ما يسمى دولة إسرائيل، يعني حل مشكلتهم في الدول الموجودين فيها، يعني باختصار شديد وطن بديل في الأردن وسوريا ولبنان وغيرها من الدول، باختصار يعني. رابعا القدس إسرائيلية وليست عربية، هي عاصمة لما يسمى بإسرائيل. خامسا الاعتراف بالمستوطنات الإسرائيلية كجزء لا يتجزأ من ما يسمى بإسرائيل. سادسا ضم غور الأردن. سابعا بلع نصف أراضي الضفة الغربية، يعني احتلال جديد. ثامنا نزع السلاح من حماس والجهاد الإسلامي، يعني استمرار حصار غزة ويمكن حرب لنزع السلاح. تاسعا وعشان ما تزعلوا رايحين يسمحوا لنا نزور المسجد الأقصى اللي ترامب نفسه مش عارف اسمه من كثر ما هو مهتم ومثقف. تفضل. All Muslims who wish to visit peacefully and pray at the Al-Aqsa Mosque will be able to do so. The Al-Aqsa Mosque, the Al-Aqsa Mosque, the Al-Aqsa Mosque, the Al-Aqsa Mosque. أكوا موسك. كلكم طبعا سمعتوا هذه البنود اللي تم طرحها هي وغيرها في المسرحية الهزلية السوداء، وكأن المشهد يجسد كل مضامين الخزي والعار، مش فقط على العرب لكن على جميع المشاركين فيه وجميع من لم يشارك فيه على حد سواء. متذكرين هذا المشهد؟ قارن هذا المشهد اللي بيعبر عن العزة والكبرياء والشموخ والنصرة بالمشهد أعلاه. تفضل. مشهد يختصر النمط الجديد للعلاقات الدولية اللي تحولت من تحت لتحت لعينك عينك من الغطرسة وفرض القوة والرضوخ للأمر الواقع. اللي صار مش صفقة، بل هو إعلان حرب جديدة على الأمة العربية بكاملها. ما حدث هو عبارة عن مؤتمر لإعلان موت السلام، وأن جميعا محتلون مش فقط فلسطين محتلة. لكن انتبهوا كويس أن اللي صار في واشنطن رايح يكون مستقبلا وصمة عار على جبين أمريكا نفسها اللي بتدعي إنها زعيمة العالم الحر بينما هي زعيمة البلطجة العالمية. أمريكا اللي شبعتنا كذب ودجل وأفلام هوليوودية عن حقوق الإنسان حول العالم بينما هي تغتصب فلسطين. فلسطين الحرة، فلسطين اللي نشأ على أرضها سيدنا المسيح رسول المحبة والسلام. فلسطين أرض الأنبياء كلهم وأرض الأديان كلها وأرض الشرف الإنساني كله. كلكم شفتوا إن نتنياهو وهو قاعد يعلك قبل بداية المؤتمر التافه وبصفق وبتطلع حواليه باستعلاء وغرور وكأنه انتصر على الدنيا كلها. ما كان مدرك إنه هذه الليلة وهذه الصفقة بالذات هي المسمار الأخير في نعش كيانه الغاصب. الكيان الإسرائيلي اليوم بقبوله هذه الصفقة لازم يفهم إنه جدد رفض وكره واحتقار كل شباب الأمة العربية لهم. يعني بدل ما يقولوا هذه لحظة تاريخية خلونا مدام العرب ضعاف ومدمرين ومشتتين ومفرقين وبلشانين في حالهم، خلونا نسوي معهم سلام. الكل مستعد انه يقبلوا وجاهز انه يقبلوا، لكن بس يكون في شوية عدل واحترام لحقوق الإنسان وننفذ في هالهبشة ويا دار ما دخلك شر. لكن ربنا سبحانه وتعالى ولأنهم هم محور للشر أعمى بصائرهم وأنفذ فيهم الآية القرآنية التالية: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. صدق الله العظيم. وبينما يستهزئ بنا جميعا ترامب ونتنياهو أمام شاشات العالم أجمع، أنفذ الله سبحانه وتعالى الآية القرآنية التالية: بسم الله الرحمن الرحيم: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون
صدق الله العظيم. لذلك يستمرون في طغيانهم يعمهون، ويستمرون في استعداء أمة كاملة عليهم. نعم، أمة ضعيفة الآن، وواهنة الآن، ومتفرقة الآن، وبعيدة عن الله الآن، لكن الله أعلم بحالها بعد كم سنة. هل يعلم الكيان الإسرائيلي أنه تعداد العرب اليوم حوالي 428 مليون نسمة؟ نعم، فوق 400 مليون كغثاء السيل. لكن في عام 2050، يعني بعد حوالي 30 سنة، رايحين يوصلوا إلى 900 مليون نسمة. هل سيستمروا بالبقاء كغثاء السيل؟ الله أعلم. عارفين شو يعني 900 مليون إنسان ضدكم ما عدا كم واحد منبطح؟ يعني أينشتاين نفسه عالم الفيزياء اليهودي ما بيقدر يحسب كمية الغباء اللي بتخلي كيان غاصب يستعدي عليه أمة لا إله إلا الله. أقولكم، مش في سلام من 25 سنة بينكم وبين الأردن؟ بالله عليك روح شوف لكم واحد في الأردن اليوم طايق إسرائيل ولا طايق سيرتها. جمهورية مصر العربية العظيمة من السبعينات وفي سلام معكم. قل لي قديش واحد مصري معكم؟ كم مصري معكم؟ أنا بتكلم عن الشعوب، ما بتكلم عن القيادات. القيادات إلها حساباتها وبتتغير مع الزمن، لكن الشعوب نفسها رافضيتكم، والشعوب ما بتتغير، لكن الدنيا بتتغير، وهذه هي سنة الكون. شوف كيف الصين أمام المليار وربع بني آدم، ثاني قوة اقتصادية على وجه الأرض، شو سوى فيها؟ فيروس لا يرى بالعين المجردة، هزها هز وقطعها عن العالم قطع. هل يعتقد الكيان الإسرائيلي إنه وجوده في محيط يغلي تعداده حوالي المليار عربي عام 2050 راح يكون أخف عليه من فيروس كورونا؟ هل وجود هذا الكيان في هذا المحيط الشاب الحانق الغاضب آمن عليه؟ وخصوصا إنه هذا المحيط شايف وفاهم وواعي إنه إسرائيل هي رمز الظلم والعدوان في المنطقة، وهي سبب التخلف للأمة كلها. 30 سنة أبدا مش بعيدة. وتذكر أنه عام 1990 أيام حرب الخليج كانت قبل 30 سنة، ومتذكرينها مثل امبارح. إسرائيل ارتكبت خطأ تاريخي إنها ما استفادت من فرصة القرن وتقدمت بمشروع سلام شامل وعادل ودائم، وتذكروا هذا الكلام كويس جدا. طيب شو بالنسبة لموقف الأردن؟ بالنسبة للأردن موقفنا هيو. نحن كالمملكة الأردنية الهاشمية زي ما حكيت بالزرقاء، لكن لما رد حكيت على الدولة الهاشمية حتى أفهم الناس اللي عندهم شكوك اللي بدهم يخربوا إنه بالنهاية أنا كهاشمي كيف أتراجع أو أتخلص من القدس؟ مستحيل، خط أحمر. كلا على القدس، كلا على وطن بديل، كلا على التوطين. غير هالكلام ما في كلام. أولا هذول اللاءات الثلاث في مضمونهم وبكل وضوح رفض لما تم إعلانه من بنود صفقة القرن. ثانيا كل الشعب الأردني وراء جلالة الملك في موقفه لسببين: الأول أنه موقف الملك من موقف الشعب، والثاني أنه موقف الشعب من موقف جلالة الملك. المحصلة هذا الصفقة أردنيا مرفوضة، لكن عتبنا الحقيقي هو على الحكومة الأردنية الحالية اللي مسوي حالها الدبلوماسية زيادة عن اللزوم، ونازلة تطلع بيانات باهتة مثل خلقتها، شغالة بالشوكة والسكينة الدبلوماسية. بيقول لك أنا مع حل الدولتين. ترامب بيقول مش دولتين، دولة وربع، نص أنفاق وجسور، هي الدولة. وين حل الدولتين؟ شعب أردني بده من الحكومة الأردنية موقف بحجم المصيبة اللي صارت، مش بيانات. ثاني يوم الصبح يوم الأربعاء والناس بتترقب شو الحكومة بدها تصرح وشو بده يطلع منها. بيطلع منها التصريح التالي: الحكومة توضح من الصعب التكهن بعدد المؤسسات والهيئات التي سيتم دمجها أو المدة الزمنية اللازمة لذلك. صباح الخير، دمج المؤسسات والهيئات؟ ترامب ونتنياهو قاعدين بدمجوا المنطقة وبيحتفلوا وخلصوا دمج، انتهى الموضوع. وحكومتنا بتصرح عن دمج الهيئات، لا ولسه مش عارفين متى. بقول لك مش عارفين امتى. ركزوا معنا وكونوا مع الناس وفي الواقع، وخلونا نشوف منكم موقف قوي مش لف ودوران. أنا وغيري بنقدر نحكي، بس انتوا في ايدكم تفعلوا تتفاعلوا مع اللي قاعد يصير. شو بالنسبة لاتفاقية السلام؟ شو بالنسبة للغاز الإسرائيلي؟ شو بالنسبة للسفارة الإسرائيلية؟ بكل وضوح شو موقفكم؟ إلنا سنين بنقول وبنصيح وبنعيد ليل نهار إنه منعتنا الاقتصادية من منعتنا السياسية. السؤال: هل موقف الأردن يحكم المنح التي تأتيه من أمريكا؟ هل علاقة الأردن بالصفقة
جزء من علاقته بصندوق النقد الدولي؟ ومتى ستقرر الأردن أن تعتمد على نفسها اقتصاديا؟ مش مشان يكون عندنا سيادة حقيقية. إذا وصلت الأمور لما لا يحمد عقباه ما في حل، لازم تكون اقتصاديا قوي. هذه الأسئلة هي برسم الإجابة من غالبية المواطنين، وعلى الحكومة إنها تجاوب. أخيرا كلمة للشباب العربي، أنا زيكم لما وعيت على الدنيا لقيت قضية فلسطين قضيتي الأساسية، وتربى جيلنا على أنه هناك قضية اسمها القضية الفلسطينية، ودرسناها في المدارس، وأمنا أن فلسطين محتلة، وأدركنا أن الكيان الإسرائيلي كيان غاصب وعدو مبين، وأن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. لكن جردونا من القوة، وأهمها قوة الشعوب من خلال الديمقراطية. لذلك إحنا الآن خانعين لأن مقهورين، لكن في ضمائرنا جميعا ستبقى فلسطين عربية، وستبقى القدس عربية، وإن كانت حاليا أسيرة. كل المطلوب منا جميعا اليوم أن نحمل الرفض لبكرة وبعد بكرة واللي بعده ل100 سنة قدام، ونظل نقول فلسطين عربية وستبقى عربية، والقدس عاصمة فلسطين الأبدية، ونظل داعمين وبكل ما أوتينا من قوة، ولو بقوة الكلمة داعمين لفلسطين والشعب الفلسطيني البطل اللي ما بخل على قضية فلسطين لا بالمال ولا بالرجال ولا بالشهداء. لكننا بنطلب منهم اليوم أمرين: الأول أن يتحد هذا الشعب في وجه هذه اللحظة التاريخية السوداء، والثاني أن يستمر في نضاله ويظل مدرك ومؤمن إن جميعا نرفع له القبعات، وإن بنحبه وبنسانده بكل ما أوتينا من قوة، على الرغم أنه وللأسف الشديد حاليا لا قوة لنا، لكن القوة والحول بيد الله. رايح يجي يوم تصحى فيه هذه الأمة، لأن الليل وإن طال سيأتي بعده فجر، وفجر الصحوة العربية قريب بإذن الله تعالى. عاشت فلسطين حرة عربية أبية، وعاش الشعب الفلسطيني العظيم، ويعطيكم جميعا ألف عافية.